يا مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعوني من النهاردة. أخباركم ايه؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة يبان ان هو فيديو عادي جدا، بس هو من جواه في الحقيقة مهم جدا. أنا جاية النهاردة أقول لكم على نصيحة واحدة بس ضيعت مني سنين لحد ما اتعلمتها، فلو هتسيبوا كل النصايح اللي فاتت وتطبقوا نصيحة النهاردة بس أنا هبقى سعيدة جدا. المهم خلونا ندخل في الموضوع على طول. أنا بقالي سنين كتير قوي عايشة حياة عشوائية جدا، ولا زالت حياتي حتى الآن فيها القليل من العشوائية، بس زمان كانت أكتر بكتير. كان عندي أهداف برضو زمان، وبصحى كل يوم أنجز حاجات في يومي، بس كانت بطريقة عشوائية جدا. تقدروا تقولوا كده زي ما الحياة بتوديني بروح معاها. لو صحينا النهاردة لقينا اليوم تمام والدنيا هادية، فخلاص هنخلص المهام اللي ورانا. وبرضه لو صحينا لقينا اليوم عشوائي جدا ومفيش أي فرصة إن أنا أخلص أي حاجة من اللي ورايا، يبقى هأجلها لحد بكرة. وده كان بيضيع مني وقت كتير قوي وبيعطلني عن حاجات كتيرة جدا كنت ببقى عايزة أعملها، لأني وقتها كنت واخدة فكرة أو كان عندي خلفية عن قد إيه الروتين ممل وقد إيه الروتين متعب، وإزاي نخلص حياتنا من الروتين ومن الملل. بس اللي اكتشفته بعدين إن مفيش حد ناجح في أي حاجة في حياته إلا وعنده روتين أصلا. مفيش حد بيقدر يعمل حاجة في الحياة إلا وهو عنده خطة ثابتة وروتين ثابت ليها. وعلشان كده قررت إن أنا أبدأ من وقتها أعمل روتين لحياتي. والصراحة إن أنا اتفاجئت وانبهرت بعد كده بالنتيجة. كنت دايما بسأل نفسي ليه في ناس حياتها من بره بتبان هادية وبتبان منظمة، نفسيتهم أهدى وبيوصلوا لكل اللي هم عايزينه، لأ ويمكن يكونوا بيعملوا ضعف المهام اللي أنا بعملها في يومي أصلا. إزاي بيقدروا يخلصوا كل ده في وقت واحد؟ أكيد هم أذكى أو أشطر، بس بعدين عرفت إنه لأ، الإنسان بطبيعته اللي ربنا خلقه بيها أصلا على طول محتاج نظام وعلى طول محتاج روتين يحسسه بالأمان والتوازن. وده موجود من زمان جدا على مر العصور، من بداية خلق الإنسان أو من بداية ما ربنا خلق الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى حطلنا نظام وسيستم نمشي بيه. وعلمنا كمان في القرآن إن كل حاجة ليها وقت وكل وقت ليه أفعال مناسبة بيه. يعني مثلا أبسط الأمثلة، ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وهنا ربنا بيقول لنا إن الليل للراحة والهدوء والسكينة، والنهار للشغل وللسعي. حتى النوم والشغل ليهم روتين طبيعي ربنا رتبه لينا من زمان قوي. طيب والأجمل بقى ودي واضحة جدا، وهي الصلاة كل يوم في نفس الميعاد بنفس التكرار. وربنا قال برضو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكل ده علشان نتعلم يكون عندنا روتين يومي ثابت وفي وقت كمان ثابت. ولما بنعمل بقى التكرارات دي كل يوم في نفس الوقت، طبيعي هيتبنى عندنا عادات. فلما تتبنى عندك عادات، هيبقى كل حاجة سهلة وبسيطة وبنعملها بسهولة جدا واحنا مش واخدين بالنا. قرأت مرة قصة واحد كان عنده زهايمر، وكان بيفقد الذاكرة تقريبا كل دقيقة. يعني عقله مش بيحتفظ بأي معلومة أكتر من دقيقة واحدة وبعد كده بينساها. الراجل ده مراته كانت كل يوم بتاخده في وقت محدد من اليوم، نفترض انه العصر مثلا، كانت بتاخده تتمشى بيه حوالين البيت بتاعهم، وبعدين يرجعوا يقعد على الكرسي بتاعه ويمسك ريموت التلفزيون ويتفرج على التلفزيون لحد لما مراته تخلص الغدا. كل يوم على نفس الحال ده، لحد ما في مرة من المرات مراته كانت بره البيت في الميعاد اللي هما بيتمشوا فيه كل يوم، فرجعت البيت لقت ان جوزها مش موجود. طلعت بسرعة تدور وتسأل الجيران لو حد كان شافه، لأنه طبيعي فاقد الذاكرة ومش هيعرف يرجع تاني البيت. وبعد لما دورت وتعبت ورجعت البيت، لقت ان هو قاعد على الكرسي بتاعه ماسك ريموت التلفزيون وبيتفرج. لما العلماء بقى عملوا بحث ودراسة على سلوك الراجل ده، لقوا ان هو بالرغم ان هو فاقد الذاكرة ودماغه اصلا مش بتحتفظ بأي معلومة اكتر من دقيقة واحدة، الا ان هو اتكون عنده روتين يومي من التكرار الثابت في نفس الوقت. اتكونت عنده عادة بالرغم ان هو مش بيفتكر اي حاجة ولا بيقدر يحتفظ بأي معلومة اكتر من دقيقة واحدة. والحقيقة ان دي معجزة الهية بتبين لنا أهمية الروتين في حياتنا، وإن الروتين اليومي أو النظام اليومي بتاعنا ده قادر إن هو يكون لنا عادات حتى لو احنا فاقدين الذاكرة. وقد إيه العادات اللي بتتكون قوتها بتكون جبارة، لدرجة إن هي بتغلب الزهايمر أو فقدان الذاكرة. ومن هنا بقى أنا بدأت أفهم إن أي نجاح كبير مش بيحتاج لخطوات كبيرة، لأ، أي نجاح كبير محتاج خطوات بس صغيرة بس متكررة. والروتين بقى هو الضمان الوحيد اللي يخليكي تعملي أي مجهود من غير ما تحسي إنك مضغوطة نفسيا.
يعني مثلا لو قررتي كل يوم انك تقرأي 10 صفحات مثلا، بعد سنة هتلاقيكي خلصتي كتب كتير جدا من غير ما تحسي او من غير اي مجهود كبير منك. ولو كل يوم برضو قررتي انك تمشي نص ساعة، بعد 3 شهور هتلاحظي اختلاف كبير جدا في وزنك وفي صحتك من غير ما تبذلي اي مجهود كبير. زي مثلا أنا لو جبتلك تورتة النهاردة وقلتلك التورتة دي انت لازم تاكليها كلها دلوقتي، اكيد هتاخد منك مجهود كبير قوي علشان تقدري تاكليها مرة واحدة. لكن لو قلتلك مثلا كل يوم لمدة اسبوع واحد، هتاخدي قطعة صغيرة من الكيكة دي بحيث انك تخلصيها خلال اسبوع. اظن ان الموضوع هيكون اسهل بكتير. وهي حياتك ونجاحك كده برضو، كل يوم قطعة صغيرة من الكيك في ميعاد محدد بنظام وروتين محدد، هتلاقي في نهاية السنة عندك نجاح كبير جدا بمجهود قليل. ده غير بقى ان الروتين اليومي ده بيقلل التشتت جدا، بيخلي دماغك مش محتاجة ان هي تفكر طول الوقت في كل التفاصيل اليومية، لان خلاص انت عارفة من بالليل انت هتنامي امتى، وعارفة كمان هتصحي امتى، وعارفة لما تصحي بكرة ايه المهام اللي وراكي. زي مثلا انك هتصحي مثلا في وقت الفجر تصلي الفجر، وبعدين هتقولي اذكارك، تشربي قهوتك وتفطري، وبعدين تنزلي تتمشي نص ساعة او تعملي رياضة، بعدين هترجعي البيت تاخدي شاور تقعدي تشتغلي او تذاكري، او حتى تخلصي شغل البيت اللي وراكي. بس شوفي بقى كمية الطاقة اللي وفرتيها لدماغك. كان زمانك هتقعدي تفكري في التفاصيل دي كلها وتحتاري اعمل ايه الاول، دي ولا دي، انزل اتمشى الاول ولا اشتغل الاول. وفي النص بينهم بقى انتي اصلا هتضيعي شوية وقت حلوين على ما تقرري انتي فعلا هتعملي ايه. ده غير انك ممكن او في الغالب اول لما هتفتحي عينك او هتصحي الصبح كده هتمسكي الموبايل تضيعي عليه اقل حاجة نص ساعة. يعني على العكس بقى تماما، لو انتي عاملة روتين لنفسك فانتي عارفة ان انتي اول لما هتصحي وهتفتحي عينك كده هتحمدي ربنا على نعمة اليوم الجديد، تحمدي ربنا كمان انه اداكي فرصة جديدة النهاردة، ودغري هتروحي قايمة على طول تقومي تشوفي ايه المهام اللي وراكي في الجدول بتاعك من غير ما تضيعي اي وقت. المهم بقى نفهم حاجة كمان، الروتين مش سجن، ومش لازم يبقى متعب وممل. انتي اللي بتصممي الروتين بتاعك على حسب احتياجاتك. في النص بقى بين المهام بتاعتنا نحط شوية ترفيه، بناخد بريك، بنرتاح شوية، وكل يوم او كل اسبوع او حتى كل شهر بنعدل على الروتين ده لو احنا مش مرتاحين فيه طبعا، بنظبطه على حسب اللي يريحنا. المرونة دي هي اللي بتخلي روتين حياتك يخدمك بدل ما يضغط عليكي ويحسسك انك في معسكر. وعادي على فكرة لو حسيتي بعد فترة بملل، وده نادر جدا لما هيحصل، لانك هتبقي مبسوطة اصلا وفرحانة بالانجازات اللي انتي بتعمليها كل يوم. بس لو حصل وحسيتي في اي وقت بملل، دخلي حاجة جديدة في الروتين بتاعك او في اليوم بتاعك تكسر الملل ده، بس في نفس الوقت تحافظي على الروتين بتاعك ثابت. ولو حصل برضو في يوم من الأيام والروتين بتاعك اتلخبط وفشلتي انك تستمر فيه، عادي قومي تاني وحاولي تاني. احنا عايشين اصلا علشان نومنا يتلخبط ونصلحه، وروتين حياتنا يتلخبط ونصلحه تاني وتالت وعاشر ومليون، لان بكل بساطة مفيش حاجة ثابتة طول الوقت، مفيش نظام ثابت طول الوقت. لازم هتيجي مثلا مناسبة تلخبطلك نومك، لازم هيجي ضغط شغل يلخبطلك روتينك، بس عادي كملي والحقي نفسك طول الوقت. يعني ما تطوليش قوي علشان ترجعي للروتين بتاعك مرة تانية. خلاص انت عرفت النهاردة ان نومك اتلخبط، يبقى معروفة تاني يوم هنطبق او هنصحى اكبر وقت ممكن علشان نيجي مثلا على الساعة 9 او 10 بالليل ننام بسهولة، وهكذا بقى. الخلاصة يا بنات ان الروتين اليومي هو اللي بيحول الفوضى في حياتك لنظام، والأحلام المتأجلة لخطوات صغيرة عملية تقربنا من أحلامنا، وبيحول التشتت لتركيز. ومع الوقت هتكتشفي ان حياتك كلها اتحولت واتغيرت وبقيتي مرتاحة نفسيا ومش مضغوطة طول الوقت. هتقدري تنجزي كل حاجة وراكي وانتي مرتاحة ونفسيتك هادية، وانتاجيتك كمان أعلى، لأن كل مجهود منظم بيساوي عائد مضاعف. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.